حاجة انت وانا وكلنا بنرميها، هنستعملها في 4 استعمالات حلوين جدا. هستعملها بديل البيض، هستعملها بديل للكريم شانتيه، هستعملها بديل للكريمر، هعمل منها مارينج. 4 حاجات من حاجة يعني حاجة بسيطة جدا وحاجة كلنا بنرميها. شايفة المارينج عاملاه ازاي؟ شايفة تحفة ازاي؟ واللمعة اللي فيه وصوت الخروشة اللي فيه ده من شوية مية كده كنت برميهم وانتي بترميهم. عملت منهم اهو النسكافيه، طعمه بيبقى جميل جدا بيه. الحاجة دي هي عبارة عن ايه؟ مية سلق الحمص، حمص شام. انا كنت هعمل كشري بصراحة. جبت ربع كيلو حمص، غسلتهم ونقعتهم 6 ساعات، وبعد كده هوديهم على النار، نار عالية في الاول، وبعد كده بوطي النار اسيبهم يستووا كويس جدا. حطيت للربع كيلو 3 كوبايات من المية وسلقتهم زي ما احنا شايفين، استووا كويس جدا لغاية ال3 كوبايات بتوع المية. شايفة شوية مية قليلين ازاي؟ المية بقى بصفيها، طلعت حوالي ال3 كوبايات صفوا على نص كوباية بعد ايه ما تركزوا كويس قوي. بعد سلق الحمص نص كوباية من مية سلق الحمص زي ما احنا شايفين، هي دي اللي طلعت منها كل الحاجات اللي انتوا شفتوها في الاول دي. باخدها احطها في التلاجة، ببيتها ليلة في التلاجة. شايفة بتبقى سائل لزج ازاي؟ شبه بياض البيض. فهي دي بديل لبياض البيض، ممكن تعملي بيها حلويات صيامي، ممكن تعملي بيها اي حاجة كبديل. بعد كده ببتدي اضربها بالمضرب. لو عندك عجان حطيه في العجان واضربيه. بفضل اضرب فيها حوالي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة على حسب تركيز المية معاكي. هحط لها حوالي ربع معلقة او اقل من ربع المعلقة ملح، رشة ملح كده بسيطة، وهضربها لغاية ما تبتدي ترغي معايا زي ما احنا شايفين. خليكي معايا خطوة خطوة عشان تشوفي القوام ازاي بيتحول. شايفة ابتدى اللون يفتح، ابتدى القوام يتقل شوية. هنا هحط له بقى ايه؟ معلقتين كبار هرميين من السكر، السكر ناعم يعني، ممكن بودرة ممكن سكر ناعم، وابتدي اضرب. ممكن تحطي له حبة فانيليا، انا حطيت فانيليا بس هي ما اتصورتش، حبة فانيليا قليلين. شايفة القوام تقل، طبعا مش هو ده القوام المطلوب، انا لسه كده في بداية الضرب. هستمر في الضرب لغاية زي ما احنا شايفين عطاني نفس قوام بياض البيض لما بيتضرب او كريم شانتيه. بعد كده بجيب كيس حلواني وابتدي احطه ايه فيه، ونشوف ازاي هعمله وردات وازاي هتبقى متماسكة. هنا بقى لو هتحطيه هتزيني بيه اي حاجة ملحوظة بس عشان الامانة، ان هو بيسيح بسرعة. يعني هتحطيه وانتي بتقدمي الحاجة، هتحطيها مثلا فوق بسبوسة، فوق كنافة، فوق جاتو صيامي، ايا كان بتحطيها وانتي بتقدمي لانه بيسيح. خدت منه معلقة حطيتها على النسكافيه زي ما احنا شايفين عملت وش ازاي، وبيبقى طعمها حلو جدا، مفيش اي طعم الحمص ولا اي حاجة عشان ما تقلقيش من النقطة دي. خدت منه حبة، حطيت لهم لون احمر وايه، وابتديت الونهم. في الوقت ده انا بسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة اقل درجة حرارة عندك، يعني 100 120 لو اقل من كده كمان. وبعد كده دخلته الفرن حوالي ساعة